أصدقائي صديقاتي، نهاركم سعيد. النهاردة جولتنا هتكون من قلب اسكندرية. أيوة، من محطة الرمل، الشارع العتيق ده، شارع صفية زغلول. طبعا كل الاسكندرانية لهم ذكريات في المكان الجميل ده. معظمنا في العيد كنا بندخل سينما مترو. أيوة، سينما مترو اللي قدامنا دي، والمكان الحلو ده نطلع نشرب خروب من عند خروب أميل. وحاليا في وقتنا ده نطلع ناكل كبدة من عند الفلاح. لكن زمان كانت الذكريات مختلفة. كنا نطلع من السينما نروح نتغدى في إليت اللي هو قدامنا ده. وكمان ناس كتير بتروح سانتا لوتشيا، مطعم سانتا لوتشيا. النهاردة جولتنا هتكون في المكان الحلو ده، في مطعم سانتا لوتشيا، المكان اللي فيه شبابنا دلوقتي كتير قوي ما يعرفوش عنه حاجة. الحقيقة أنا كنت بصور رابع يوم العيد، وبعدين ماشي في الشارع بصور، لقيت مجموعة شباب بيقولوا كانوا ماشيين على الرصيف بتاعه، فقالوا لا تعالوا من هنا علشان المكان ده بار اللي هو سانتا لوتشيا أو كباريه. شباب كتير فاكرين ان هو كباريه او بار. مطعم سانتا لوتشيا ذلك المطعم الغامق صاحب الابواب الخشبية المغلقة، دايما الباب بتاعه مغلق، الموجود امام سينما مترو. والمكان ده زاروا مشاهير العالم كله وملوك العالم. تم افتتاح المطعم في عام 1932. قام بتأسيس المطعم الخواجة بانايوتي جورج سيوكاس، وكان بيعتبر من أبرز أعضاء الجالية اليونانية ورئيس كمان الجالية اليونانية باسكندرية. ده مش كده وبس، استطاع بانايوتي إن هو يخلي المطعم بتاعه المسؤول الأول عن الولائم الملكية في عهد الملك فؤاد الأول ملك مصر كان في الوقت ده يعني. طبعا زي ما انتوا شايفين قدامكم ده المطعم من الداخل من جوه يعني. هو بيتميز بالإضاءة الخافتة بتاعته. الحقيقة المكان حلو قوي وشيك جدا جدا. على فكرة بيعتبر من أغلى المطاعم في اسكندرية. أنا رحت أماكن كتير جدا، لكن سانتا لوتشيا من أغلى المطاعم اللي موجودة في اسكندرية. شايفين المكان وجماله؟ يعني أنا رحته من حوالي 15 سنة، كان بنفس الشكل ونفس الترابيزات ونفس الستاير. دايما هم بيعملوا له ترميم وصيانة، لكن هم محتفظين بنفس الديزاين اللي هو عليه من افتتاحه سنة 1932. يعني بقاله حوالي أكتر من 90 سنة بنفس الشكل ونفس الإضاءة والبيانو اللي موجود. على فكرة هو المكان مكون من دورين. ده الدور اللي فوق. أنا صورت لكم الأول من تحت وبعدين طلعت فوق صورت من فوق. القعدة دي من فوق. المكان ظريف جدا وهادي جدا. وهنا البيانو، لا مش هنا البيانو، هنا دي الترابيزة. أنا هوريكم دلوقتي مكان البيانو. هنا اللقطة دي أنا خدتها برضو من فوق للمكان. يمكن الإضاءة يعني خافتة فمش واضحة قوي الصورة. هو شكله كده، اللي هيدخل مكان هيلاقيه بالشكل ده. هنا خدت لكم صورة بانوراما من فوق، من الدور اللي فوق. وده السلم الخشبي بتاعه بيتميز بيه. عايزة اقول لكم ان المطعم له عادات وتقاليد محتفظ بيها لحد الآن. يعني اللي بيدخل يتعشى لازم يكون لابس فورمال او سيمي فورمال. انا قبل رمضان كده باسبوع كنت انا وابني في محطة الرمل، فقلت له تعالى ندخل نتعشى.
فابني كان لابس كاجوال، فرفض ان هو يدخل، قال له لا ممنوع الدخول، لازم تبقى لابس فورمال. بس بالنهار يمكن ممكن حد يدخل، لكن بالليل لازم يكون لابس فورمال. هنا البيانو من اشهر حاجة موجودة في سانتا لوتشيا، هو البيانو. الحقيقة بيبقى فيه معزوفات عالمية جميلة جدا اللي بيقعد بيستمتع بيها. مش المزيكا بس اللي هتستمتعوا بيها، لأ، دي قائمة الطعام كمان بتاعتهم شهية جدا جدا. فيها من بداية من المقبلات والدجاج واللحوم والأسماك بكل أنواعها. عندهم مطابخ على مستوى العالم كلها، بيقدم لكم يعني مطابخ كتير وأكلات كتير. عايزة أقول لكم كمان إن طهي الطعام وجميع الأصناف بتكون تحت إشراف شيف يوناني، وهو ده تقاليد المطعم منذ إنشائه. وأيضا كمان من تقاليد المطعم إن هو ممنوع دخول الأطفال للحفاظ على الهدوء والجو الرومانسي للمكان. عايزة أقول لكم كمان إن المطعم زباينه من مشاهير العالم ورؤساء وملوك دول، وهو حاصل على الكثير من الجوائز العالمية. وكانت السيدة جيهان السادات من ضيوف المطعم، والفنان سمير صبري، وطبعا يعني كل الجاليات اللي كانت موجودة في اسكندرية في الوقت ده. تعالوا بقى نعرف الموظف الموجود في المكان ده أمام المطعم. يمكن ده علامة مميزة باليونيفورم اللي هو لابسه، معروف جدا في محطة الرمل. هو اللي بيفتح الباب لضيوف المطعم. لما بيفتح الباب وبندخل بنحس اننا ركبنا آلة الزمن. طبعا هنعمل معاه لقاء، هو هيتكلم في آخر الفيديو دلوقتي. أتمنى إن المحتوى يكون عجبكم، وياريت المطعم يفضل زي ما هو، لأنه علامة من علامات اسكندرية ومحطة الرمل. اسكندرية القديمة الجميلة، بيفكرنا بذكريات حلوة قوي. وإلى اللقاء في محتوى آخر، وحاسبكم مع موظف الأمن في مطعم سانتا لوتشيا. الاسم احمد متولي محمد، طول عمري هنا في المكان اكتر من 35 سنه، 34 35 سنه. مطعم سانتا لوتشيا من ايام الخواجات وايام ما قبل قدام، او الخواجه جورج بنيوتي الثالث لغايه دلوقتي. كل الناس حضرتهم، الخواجات والاجانب واليونانيين، معظمهم يونانيين اللي بيجوا، وايطاليين وفرنساويين وكل حاجه. ومشهور قوي في اسكندريه الحمد لله، ما بين كل اليونانيين يعرفوني بالاسم كمان. حضرت كل سفراجي، وبعد السفراجي خلوني بقيت ماسك امن من 2002، عشان الحمد لله انا ادم واحد هنا، ويعني الامانه وجدتي في الشغل والاخلاص. فهذا ابن سوبر دلوقتي، هو يعني الله يكرمه محتفظ بيا لغايه دلوقتي. غير الناس ياما قوي، بس انا لغايه دلوقتي المحتفظ بيه، عشان من قديم الازل معاه، ما شافش مني حاجه وحشه، وكتر خيره بيقف جنبي في حاجات ياما قوي الصراحه، ما بيسيبنيش في اي مشكله. حضرت جديد برضه من زمان، من ايام ما كانت صاحبته مدام جينا، كانت ماسكاها صاحبته، كانت صاحبه فلوكيكا اللي هو الحلواني بتاع الحلويات السويسريه. كانت صاحبه فلوكيكا، كانت صاحبه ايليا من قديم الازل. حضرتها من صغري، كان عندها اشهر واحده حلوانيه شيف هي اللي ماسكه فلوكيكا، كان اسمها مدام بيتسا، كان مشهوره قوي في اسكندريه. ربنا يرحمها. اليونيفورم اللي انا لبسه دوت ومشهور بيه قوي، ده مستر يان سوكاس، اختاره من مجله فرنسويه. هو اللي اختاره مستر يان سوكاس، هو اللي اختاره من ضمن ازياء كتيره، هو اللي اختاره وخلاني رحت صممته عند الخياط من المجله عشان يطلع بالشكل ده اللي الناس بتشوفه وبتحبه.